السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في حلقة جديدة من وصفات اميرة. النهاردة بقى هقول لكم ازاي تخزنوا البسلة، وهنحط لها كمان معلقة واحدة بس هي اللي هتحافظ لي على الخضار بتاعها. لا ومش كده، كمان هنعمل فيها حاجة هتخلي الخضار خضار بزيادة. يعني هي كمان قدامي كده مش خضرة ولا اي حاجة قوي، هنخليها خضرة وهنحافظ على الخضار بتاعها. اول حاجة كده تعالوا نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ الوصفة بتاعتنا. اول حاجة كده عندي مية مغلية، حطيت فيها معلقة كبيرة من الملح، والمادة الحافظة بتاعتي هي السكر. حطيت معلقة سكر، وهبدأ دلوقتي ان انا احط البسلة بتاعتي. يعني انا مش عايزاها ان هي تغلي كتير ولا اي حاجة، يعني لمدة من 3 ل5 دقايق هتقعد في قلب المية المغلية دي. بتلاحظي كده يعني هي مش خضرة قوي، بدأت ان هي دلوقتي ان هي تبدأ ان هي تخضر قوي، وهتبقى لونها بجد حلوة جدا جدا. معلقة السكر دي اللي هتحافظ لي على الخضار بتاعها لاخر السنة، يعني زي ما يكون مادة حافظة كده. خلاص كده قعدتها حوالي 3 دقايق، مش هكتر. محضرة عندي بقى كده خلاص، صفيتها ومحضرة عندي مية من الفريزر. انا كنت مالية كوباية مية كده وحطها في الفريزر، علشان اول لما تصفي البسلة من المية السخنة هتبدأي تحطيها في المية المتلجة. المية المتلجة دي هتزود لها الخضار بتاعها. يعني مجرد ما انا حطيتها كده بدأ ان لونها يغمق اكتر واكتر. وكمان معلومة، يعني احلى بسلة ممكن انك تخزنيها او اي خضار عموما بتبقى في شهر طوبة. شهر طوبة يا جماعة، يعني عايزة تخزني فيه قلقاس، عايزة تخزني فيه بسلة، عايزة تخزني فيه فول حراتي، لحد الزبانخ ممكن تخزنيه في الشهر ده. لان حاجتها بتبقى يعني حاجة الخضروات بتاع الشهر ده بتبقى حلوة جدا. والبسلة كمان بيبقى نوعها صنارة، يعني البسلة دي اسمها بسلة صنارة. بتبقى البسلة مليانة كده ومش فاضية، وبتبقى حلوة، يعني هترمي معاكي وهتبقى كميتها حلوة. خلاص كده انا كنت مقطعه الجزر ومحضراه. الجزر مش بنسلقه ولا اي حاجه، لان الفريزر اصلا بيسوي مع الوقت، بيسوي الجزر تمام. يعني الجزر ما بنعملش فيه اي حاجه، احنا يا دوبك بنخلطه كده مع البسله. وهبدأ دلوقتي ان انا اعبيهم في اكياس تلاجة، وهقولك ازاي تفرغي الكيس من اي هوا موجودة فيه، ولا هقولك بقى مكنة ولا اي حاجة ولا تضغطي ولا اي حاجة. انتي بس مجرد اما تبرمي الكيس وتعقديه عقدة من فوق خالص، يعني كده بالمنظر ده بتلاقي الكيس معاكي فضة اي هوا موجودة في البسلة. تقدري تعملي الحركة دي في اي حاجة محتاجة انك تفرغي منها الهوا، يعني هتساعدك كتير. طيب هتحطي بسلة قد ايه على جزر قد ايه، دي حاجة بقى ترجع لكم. يعني اللي بيحب البسلة اكتر او الجزر اكتر. في ناس ما بتحبش الجزر على البسلة، عادي خزني البسلة لوحدها. طب في ناس بتحب بطاطس، ينفع احط بطاطس على الجزر والبسلة؟ هقولك لا، انتي حضري كده البسلة زي ما انا قلتلك كده طريقتها. بعد كده لما تيجي تطبخيها وتطلعيها قللها وحطي الكيس البسلة، وبعد كده حطي البطاطس المكعبات. في ساعتها تكون صبحة، ما تحطيش بطاطس خالص في قلب كيس البسلة والجزر. تمام. زي ما قلت لكم الطريقة دي حلوة جدا وسهلة، ومش بتاخد كمان اي مكان في الفريزر، وحلوة. عايزاكم تجربوها لانها بجد كانت حلوة جدا. ال3 كيلو بسلة عملوا لي حوالي 6 اكياس، كانوا حلوين. يعني كل واحدة تعمل على قد الطبخة بتاعتها. اتمنى اي حد بقى وصل لحد هنا ما ينسينيش بقى باشتراك ويفعل الجرس. بحبكم قد الدنيا. مع الف سلامة.